النهاردة وصفتنا مختلفة جدا. هنعمل النهاردة مع بعض السميت الأفران بطريقة سهلة جدا وبعجينة قطنية هشة. بجد الوصفة خيال، بدقيق ومية وخميرة هتعملي أحلى سميت أفران في البيت بمنتهى السهولة. ومن نص كيلو دقيق هيفرط معاكي كمية حلوة قوي. شايفين الضفيرة معانا قد ايه هشة وخفيفة جدا، بصوا زي القطن بالظبط. والنهارده مش هناكلها كده، ده هناكلها كمان بالدقه بتاعتها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان نعمل الوصفة بتاعتنا عندي هنا طبق هنزل فيه معلقة كبيرة مليانة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وعندي هنا معلقة كبيرة من الدقيق. هبدأ أقلب المواد الجافة كويس قوي مع بعضيها، وبعد كده بننزل بنص كوباية من المية الدافية. الكوباية دي هعاير بيها جميع المقادير. ببدأ أقلب المكونات كويس قوي مع بعضيهم، وبعد كده ببدأ أغطي عليهم بطبق واسيب الخميرة معايا لحد لما تتفاعل. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق اللي أخدنا منهم معلقة كبيرة. هننزل عليهم بمعلقة صغيرة ممسوحة من الملح، معلقة كبيرة من الكيك شيف أو البيكنج باودر، وبقلب المواد الجافة مع بعضيها. بعد كده عندي ربع كوباية من الزيت، معلقتين كبار من الخل، وبرجع انزل بنص معلقة كبيرة كمان من السكر. يبقى كده معلقة ونص من السكر في الوصفة بتاعتنا. عندي هنا كوباية من المية الدافية، هنزل طبعا ب3/4 واركن الربع على جنب، وهرجع برضو انزل بيه. الخميرة هنا كانت معانا اتفعلت، هنبدأ ننزل بيها وبسمي بسم الله، وبنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. انا وبعجن كده لقيت لسه دي، فرجعت نزلت بربع الكوباية. يبقى نص كوباية مية دافية مع الخميرة وكوباية في العجينة، يبقى كده كوباية ونص من المية الدافية. وعجنت معايا العجينة كويس قوي، بس انا هرجع ازود معلقة كبيرة كمان من المية الدافية، عشان انا عايزة العجينة بتاعتي تبقى كده طرية معايا. وارجع اعجنها كويس قوي لحد لما تلم معايا من الطبق بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. في المرحله دي نزلت برشه خفيفه او صغيره جدا من الدقيق، وبدات الم العجينه على بعضيها كويس قوي. تعالوا بقى شوفوا العجينه معايا قد ايه طريه وممتازه. فهنيجي هنا في طبق هبدا ارش طبعا رش الدقيق، وهنبدا نحط العجينه بتاعتنا ونرش عليها رش الدقيق كمان من فوق. بصوا العجينه قد ايه طريه. وهغطي عليها بكيس بلاستيك وهلفها بقماشة، والفرن عندي دافي. ببدأ احطها في الفرن لحد لما العجينة معايا بتخمر. هنا كانت اخدت بالظبط نص ساعة وخمرت بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هاجي هنا على الرخامة ببدأ ارش رشة من الدقيق، ببدأ اطلع الخمور اللي في العجينة وابدأ اقطعها الكور. طبعا الكرة بتكبريها وتصغريها على حسب السميد او الكحكة اللي انت هتعمليها. ببدأ المها واقفلها كويس قوي كده من تحت، وبعد كده بنبدأ نرصها على الدقيق. كده كنت قطعتهم طبعا. هبدأ اغطي عليهم بكيس بلاستيك، وهبدأ اخد اول واحدة قطعتها وابدأ افردها. طبعا بنيجي كده على الرخامة نبدأ كده نفردها. بحط ايديا وببدأ اسحب لبره لحد لما تبقى معايا رول طويل زي ما انتوا شايفين. بعد كده ببدأ المها كده على بعضها. ممكن تسيبيها بالطريقة دي بعد ما تقفليها كويس قوي طبعا وتأكدي عليها القفل. ممكن تسيبيها زي ما هي كده كحكة، وبتبقى دي اسهل طريقة ممكن تعمليها بيها. ممكن برضو تجيبي واحدة وتبدأي تقطعيها وتعمليها رولات صغيرة، وبتبداي تعملي بها شكل السميد. اشكاله بتختلف، اشكاله كتيره جدا. زي ما انت حابه تشكلي في العجينه اعملي زي ما انتوا شايفين. بصوا ببدا طبعا بعد ما بعملهم كده ببدا اخدهم واعمل بيهم شكل على السميد. زي ما قلت لكم ممكن تسيبيها كحكه مدوره بالطريقه دي، ممكن تحط لها واحده كده في النص وشكلها برضو بيبقى جميل جدا. لو انت حابه تعملي الشكل ده بس حابه تعملي من جواها علامه فيه، يعني 2 عكس بعض، برضو شكلها هيبقى جميل جدا. اهم حاجة تدبسيها كويس قوي. معلش هنا كان النور عندي فصل، على بال ما اشتغل كنت طبعا شكلتهم. شايفين اهم حاجة تقفليها وتدوسي عليها تضغطي عليها عشان تتدبس. طبعا ممكن تعملي الشكل ده وممكن تعمليها مربعات من جوه زي ما انت حابة اعملي. هنا طبعا هنبدأ نعمل الضفيرة.
او الضفيرة هبدأ اقطع الكورة بتاعتنا على 3 كور صغيرين، وبعد كده ببدأ كده افردها على الرخامة كلهم بنفس الطول. بعد كده طبعا ببدأ اعملهم على شكل الضفيرة عكس كده زي ما انتوا شايفين. حابين تبدأوا من فوق خالص، انا طبعا بدأت من النص وعملتها ورجعت قلبت الجنب التاني وعملته ضفيرة. ممكن انت تدبسي ال3 من فوق مع بعضهم وتشتغلي الضفيرة على طول لحد لما تخلصيها. وطبعا ده شكل الضفيرة معايا سهل وسريع وبرضه ما بياخدش وقت خالص وشكله جميل جدا. وده الشكل طبعا معانا كان كده خلص، حاجة جميلة جدا. تعالوا بقى شوفوا الاشكال بتاعتنا. عملنا الكحك المدور وعملنا اللي احنا عملنا جواه علامة فيه، وعملنا الضفيرة. هبدأ احطهم كده فوق بعضيهم واغطي عليهم بكيس بلاستيك وبسيبهم معايا لحد لما يتخمروا. بس كده اول ما تخمروا وتضاعف حجمهم هنا كنت شغلت الفرن طبعا، وهنبدأ نسويهم. علشان نسويهم هنبدأ نلمع الوش. هما في الافران بيبقى فيه بخاخ مية بيبدأوا يرشوا على المعجنات بتاعتهم. احنا بالفرشة هنبدأ نلمع كده الوش بتاع السميد بتاعنا، وبعد كده هنبدأ ندخله الفرن ونبدأ نسويه. لازم الفرن بتاعك يكون شغال على اعلى درجة حرارة وسخن جدا عشان المعجنات بتاعتك ما تنشفش. انا بدخلها بس على الارضية، تبدأ الصينية بتاعتي تسخن على طول برفعها على الرف الوسطاني واسيب النار عليها من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة لحد لما تاخد اللون من فوق ومن تحت. على طول ببدأ اخرجها. اول ما خرجتها طبعا تلميعة خفيفة بالمية، دي مية فترة طبعا من الحنفية. في بخاخ عندك بتاع مية مخصوص للمعجنات ابدأي رش عليها وغطيها بفوطة 3 دقايق وشيليهم من الصينية. بصوا الجمال. ودي طبعا الضفيرة والكحكة اللي احنا عملناها. بصوا التسوية من فوق ومن تحت، حاجة جميلة جدا والله العظيم طعمه خرافة. وده كله من 4 كوبايات دقيق. تعالوا بقى شوفوا الحلاوة وشوفوا الجمال وشوفوا التسوية كمان عاملة ازاي. حاجة جميلة جدا ما اخدش وقت والله العظيم خالص معايا. انا عجنته وسبته خمر وبعد كده قطعته وشكلته. والله العظيم المعجنات في البيت ما بتاخد وقت خالص. شايفين قد ايه هشة وخفيفة جدا والله العظيم رهيبة. بصوا بقى احنا وبنسحبها زي القطن بالظبط. شايفين؟ بصي حاجة جميلة جدا وخفيفة جدا وهشة ومستوية حلوة قوي. شايفين من جوه عاملة ازاي؟ شايفين كمان اللون؟ اعملوها بنفس المقادير وبنفس الطريقة والله العظيم هتدعولي. الوصفة خرافة. شايفين اللي عملناه على هيئة دايرة او على هيئة كحكة جميلة جدا. وده الشكل اللي احنا عملنا فيه علامة فيه جميل جدا برضو. اتمنى بس تجربوه. طبعا كان بيتباع مع السميد بتاع الافران كان بيتباع الدقة. دي حاجة جميلة جدا. لو حابين انزل لكم الطريقة بتاعتها انزلها لكم. ده تابل مهم جدا طعمه حلو قوي بيتاكل مع السميد مع البيض. والله العظيم لو لقمة كده وهتغمسي بيها الدقة دي طعمها جميل جدا. لو انتوا حابين انزل لكم الوصفة اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هنزلها لكم. طبعا انا حطيتها في ورقه حبيت اقدمها بالطريقه اللي انتوا كنتوا بتاخدوها بيها من بتاع السميد. طبعا اي لقمه عيش سخنه لازم تبقى مع عسل نحل بيبقى طعمها جميل جدا. بصوا الوصفه والله العظيم مش لاقيه كلام اقوله فيها من كتر جمالها. طبعا اتمنى بجد تكون وصفتي للنهارده عجبتكم. تجربوها بنفس الطريقه بنفس المقادير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بلايك وبشير وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ومستنية رأيكم في التعليقات. مستنية برضو لو حابين اعمل لكم الدقة اكتبولي برضو في التعليقات. وصلوا على رسول الله واشوف وشكم على خير.